السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض الغدا النهارده. هنعمل كوارع والفتة. تعالوا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس بقى اللي بطلبه منكم اللي دخل القناة واللي دخل الفيديو يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو عشان القناة تكبر بيكم. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. كده معايا مقادير الكوارع اللي انا هعملها واللحمة. معايا كوارع ومعايا لحمة ومعايا 2 بصلة مبشورة وجزراية صغيرة مبشور وحبايتين طماطم بنبشرهم. ومعايا التوابل: ورق لورا وروزماري ومعلقة سكر وفلفل اسود وكمون وليمون مجفف وقرفة خشب وزر الورد. وهاخد بشرتين من جوز الطيب دي بالمبشرة الصغيرة. اول حاجة بقى هنعمل ايه؟ هحط مية على النار اغلي فيها الكوارع مرة وبعدين ادلقها وبعدين بقى احط لها الحاجات دي. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنا كده حطيت حلة على النار فيها مية. هحط بقى الكوارع تغلي غلوة وندلق المية دي كلها واغسل الحلة وبعدين بقى احطها على مية نضيفة عشان تبقى احلى شوربة كوارع معاكي. هنا كده معايا عظم الكوارع المخلية. هحط المواسير دي بتدي الشوربة طعم كويس. بس اهم حاجة هنغليها غلوة وادلق المية دي. هحط الكمية كلها. اول ما تغلي هدلق المية واغسل الحلة بقى وبعدين احط لها التوابل بتاعتها. دي بتبقى معاكي احلى كوارع من غير شوربة كده ريحتها زفرة ولا وحش. دي كده المية اللي انا حطيت الكوارع تغلي فيها قبل ما اكبها. شايفين بتطلع اي رواسب فيها ازاي؟ تخليلك الشوربة رايقة وحلوة. اول ما تغلي بقى هديها غلوة كده دقيقتين وادلقها واحط لها مية نضيفة. يعني كل الريم اللي في الكوارع والحاجات الرواسب بتاعتها طلع. كده دلقت المية. غسلت الحلة وحطيت الكوارع في مية نضيفة. هحط الطماطم المبشورة والجزر والبصل. هحط بقى التوابل. معلقة السكر فايدتها ايه؟ بتسرع في مدة السوا وبتخلي الكوارع طرية وطعمها حلو. والملح بقى اخر حاجة اهي. كل التوابل اهي: كمون وفلفل اسود وزر الورد وقرفة خشب ولورا وروزماري وكبة صيني وليمون مجفف اهو. الملح بقى لسه اخر حاجة هو هنحطها. هسيبها بقى تستوي. حطيت كده على النار صينية فيها معلقة سمنة وشوية زيت. هحط بقى العيش بعد ما قطعته عشان احمره للفتة. الطريقة دي حلوة قوي للفتة. هحمره بقى وارجع لكم. كده الفتة اتحمر بالشكل ده. هسقيه بقى كده كبشتين شوربة واسيبه في الصينية لحد ما يشرب الشوربة كلها ويطرى شوية وبعدين احطه في طبق التقديم. معايا كده مقادير الصلصة: معايا عصير طماطم الكمية اللي انت عايزاها، ومعايا خل، ومعايا معلقتين توم مفروم كبار، ومعايا معلقة كزبرة ومعلقة كمون. هنا هنحط دول على التوم كده واقلبهم كويس بالشكل ده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنا كده جبت حلة على النار. جبت كده حلة على النار. حطيت فيها معلقتين زيت. هحط نص كمية التوم بالكزبرة بالكمون واقلبهم شوية دقيقتين كده على النار. هنا كده التوم اصفر معايا بالشكل ده. هحط معلقتين خل عليه واسيبهم دقيقة واحدة. بعد ما حطيت الخل على التوم هحط عصير الطماطم بالراحة. هسيبهم بقى لحد ما تتسبك مع بعض وبعدين اشيلهم. كده حطيت عصير الطماطم وحطيت التوم والخل وكل حاجة. هنا كنت سايبة معلقة اللي انا قلت لكم عليها احطها كده. بتدي تست حلو قوي صلصة الفلفل. هنا الصلصة كده دخلت في السوا. دي التوابل بتاعتها مع الكزبرة والكمون اللي انا حطيتهم، معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر ومكعب مرق دجاج. ده كده رز ابيض عادي عملته للفت.
بتحطي معلقة سمنة في الحلة ومعلقتين زيت وتغسلي الرز وتحطيه، وتحطي بقى المقدار بتاعك بتاع المية، كوباية الرز المصري عليها كوباية مية. طريقته سهلة وبسيطة. كده خلصت الأكل بالشكل ده وغرفته. الشوربة رايقة وحلوة ازاي، ما فيهاش أي ريحة زفارة. دي الكوارع بالشكل ده وريحتها جميلة. ودي اللحمة اللي مش عايز ياكل كوارع. وعملت صلصة للفتة والشوربة وهي الفتة معاكم. أتمنى بس إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.